فن العمارة الإسلامية بيعتبر درة الفنون الإسلامية، لأن الفنان المسلم أبدع في فن العمارة بشكل كبير، سواء في العمارة الخارجية أو الداخلية. واللي بيدل على كده الآثار الإسلامية المنتشرة في البلاد اللي دخلها الإسلام. ومتحف الفن الإسلامي بالقاهرة بيعتبر واحد من أهم المتاحف في العالم، لأنه بيجمع كنوز كتيرة جدا من آثار الحضارة الإسلامية. ومن أهم الآثار دي التكسيات الجدارية. والتكسيات الجدارية الإسلامية هي مرجع تاريخي مهم لكل الدارسين للفنون الإسلامية، لأنها بتعتبر من أهم سمات الطراز الإسلامي. فالفنان المسلم اهتم بشكل كبير وأساسي بتصميم الزخارف فيها، زي مثلا الزخرفة القصية. لقد شاع استخدام الزخارف القصية في العماير الدينية والمدنية في الحضارة الإسلامية، وكانت بداية الزخرفة القصية بترجع إلى مدينة العراق وخاصة مدينة سامراء. أما بعد ظهور الإسلام فالفنان المسلم استلهم الزخرفة القصية من الآثار الموجودة في سامراء، واستخدمها في تجسيد العمارة الدينية الإسلامية. واتطورت الزخرفة القصية مع مرور الزمن، وأصبح هناك 3 طرز للزخرفة القصية. فالطراز الأولاني اللي هو طراز سامراء الأول، ده كانت الزخرفة كانت بشكل عميق، وكانت الزخرفة بتتنوع ما بين الزخرفة النباتية والهندسية، وكانت قريبة جدا من الطبيعة، ما كانش فيه ابتكار، وكانت متأثرة بالبلاد اللي كانت سبقتها زي التأثيرات البيزنطية والساسانية. بعدين ظهر لي الطراز الثاني من طراز سامراء، وكانت عبارة عن أشكال النباتية والهندسية، ولكن بتاخد الشكل أكبر في الحجم، وكانت الزخرفة بشكل مسطح. بعدين ظهر لي طراز سامراء الثاني، لأنهم عايزين يعملوا شكل أكتر وعايزين يعملوا التكسيات الجدارية بسرعة، فظهر لي تقنية اسمها الصب في القالب، ودي إن هي يبدأوا يستخدموا الجص ويحطوه جوه قوالب ويبدأوا يجمعوه عشان يعملوا تكسية الجدران. فكانت دي منها بيبدأ ظهر أو بيبدأ شخصية الفن الإسلامي اللي بتظهر، اللي هي الزخرفة عناصر كتير ما يعرفوش بداية أو نهاية الزخرفة اللي ظهر لي منها فن الأرابيسك. متحف الفن الإسلامي في عدد كبير جدا من القطع اللي بتوريني التكسيات القصية اللي كانت موجودة في مدينة سامراء. والزخرفة القصية هي فن وكمان علم. اعتمد الفنانين في تصميمها على فلسفة التجريد والتبسيط للعناصر من نباتات وحيوانات، والحيوانات والنباتات دي صوروها في أشكال مجردة ليها طابع فني سابق لعصره. والمتحف الإسلامي بيعرض في قسم الآثار الطراز الأموي والعباسي للزخرفة القصية، فبيعرض مجموعة كبيرة من التكسيات القصية وكمان الخشبية المزخرفة، واللي اتأثرت بأساليب الحضارات السابقة
زي الحضارة الساسانية والبيزنطية. أيضا استخدموا الجص في طريقة تانية في زخرفة التكسيات الجدران اللي هي الفريسكو. والفريسكو دي إن هي بيستخدموا الألوان على الجص، وده ظهر لي في حفاير الفسطاط. ظهر لنا حمام من العصر الفاطمي، الحناية بتاعة الحمام بتظهر لي الاستخدام الفريسكو والزخرفة اللي فيها شكل الحياة اليومية اللي كانت موجودة في العصر الفاطمي. ونحب نقول إن الحضارات السابقة أثرت كتير في تكوين شخصية الفنان المسلم والفن الإسلامي، وعشان كده ظهر الفن الإسلامي بشكله وطبعه المميز. ومن أهم مقتنيات متحف الفن الإسلامي مجموعة من التكسيات الخشبية موجودة بالجناح الفاطمي، سموها ألواح قلاوون. من الأمثلة التكسيات الخشبية بتظهر لي بعض الألواح الخشبية اللي بترجع للعصر الفاطمي، والألواح دي وجدت داخل قصور القصر الغربي الفاطمي، وهو حاليا دلوقتي لقوها جوه بمارستان قلاوون. لقوا الألواح الخشبية دي وقالوا إن هي بترجع للعصر الفاطمي نتيجة المناظر التصويرية اللي جواها. هي عبارة عن مناظر الحياة اليومية، سواء مناظر جلسات شراب أو مناظر صيد أو مناظر رقص، فعشان كده قالوا إن هي بترجع للعصر الفاطمي. وألواح قلاوون بتعتبر من أهم قطع الفن الإسلامي اللي بتظهر براعة الفنان المسلم في رسمه للأشكال الحيوانية والنباتية وغيرها في صورة فنية مجردة سابقة لعصرها من الناحية الفنية. ومع قدوم العصر المملوكي وحب المماليك للرخام ظهر على الساحة نوع جديد من التكسيات الجدارية، وهي التكسيات الرخامية. فبدأوا إن هم يستخدموا الرخام، وظهر لي حاجة اسمها الفسيفساء الرخامية، إن هو بيستخدم قطع الرخام في تكسية الجدران. وعندي عدد كبير جدا من التكسيات الرخامية اللي موجودة بيستخدموا فيها طريقة الأبلق والمشهر اللي هو اللون الأسود والأبيض أو اللون الأبيض والأحمر في تكسية الجدران في العصر المملوكي. والفنان المسلم أبدع في فن التكسيات الرخامية، وأظهر براعته في عمل النقوش الزخرفية بشكل دقيق ومتقن وبديع. ولما بدأ العصر العثماني اتطورت الزخرفة الرخامية بشكل جديد ومختلف عن الأول. أيضاً الرخام بدأ ينتشر جداً في العصر العثماني، وعندي تكسيات من العصر العثماني بتبقى من الرخام اللي لونه رمادي، وبيبقى فيه من أعلاه شكل التذهيب عبارة عن آيات قرآنية معمولة بطريقة التذهيب.
ولم يقتصر أيضا استخدام الرخام بس في التكسيات، لكن استخدموه في ظهور النصوص التأسيسية. والنص التأسيسي دوت اللي كان بيبقى موجود أعلى المنشأة نفسها، اللي بتبين لي المنشأة اتعملت سنة كام ومين هو اللي عمل المنشأة. وظهرت النصوص التأسيسية كانت موجود في العصر المملوكي والعصر العثماني، ظهرت بشكل كبير جدا. وأيضا استخدام الرخام مش بس نص تأسيسي أعلى المنشأة، وأيضا في شواهد القبور استخدموا الرخام إن هم يكتبوا شاهد القبر، واللي بيبقى بيحتوي فيه على عبارات دعائية للمتوفي وآيات قرآنية. ومن ضمن أجنحة متحف الفن الإسلامي جناح شرق العالم الإسلامي، والجناح ده بيعرض منتجات الخزف الملون المزخرف اللي الفنان المسلم برع في صناعته، وهي استخدام البلاطات الخزفية، ويبدأ إن هو يحطها الفنان بحيث إن هي تكسو الجدران. وكانت إشاع استخدامها في العصر العثماني، وخاصة في مدينة أزنيق في تركيا، فعشان كده أطلق عليها خزف أزنيق. ودي كانت عبارة عن بلاطات عليها زخرفة باللون الأزرق والأحمر على أرضية بيضاء تحت الطلاء الزجاجي الشفاف. بتبقى فيها عناصر نباتية زي ورقة التوليب واللالة والقرنفل اللي بيميز لي العصر العثماني. أيضاً إن استخدام التكسيات الخزفية دي ظهرت في إيران، وعندي مجموعة من البلاطات اللي بتاخد شكل المسمن اللي كان بيبقى يستخدمها الإيرانيين، وبيميزها إن هو فيها مناظر التصوير الإيراني، بالإضافة إلى بعض الأبيات الشعرية اللي مكتوبة بالخط الفارسي والآيات القرآنية اللي مكتوبة بالخط الفارسي.